السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم في اول حلقه من كورس تعليم لايت موشن من الصفر لغايه الاحتراف. انا حمو اديت، وفي السلسله دي هنتعلم كل حاجه عن المونتاج على لايت موشن بطريقه بسيطه وسهله. وعلشان مش هطول عليكم يلا ندخل على الشرح. اول ما البرنامج بيفتح معاك بتلاقي الواجهه دي. لو جينا بصينا تحت هنلاقي الصفحه الرئيسيه ودروس تعليميه والمشروعات والزائد والنماذج. احنا مش هنعوز غير الزائد والمشروعات. المشروعات دي المشروعات اللي انت عملتها فتقدر ترجع لها بعد كده في اي وقت. الزائد عشان نفتح مشروع جديد، لو دوسنا على الزائد هنيجي نلاقي حاجة اسمها مشروع جديد، دوت اسم المشروع نقدر نغيره بعدين. ولو جينا بصينا تحت هنلاقي فيه المقاسات بتاعة المشروع، اللي المقاس اللي انت تحبه اعمله، ده مثلا يوتيوب او الريلز او الانستا، اي مقاس تحبه. وعندك هنا الدقة هتخليها 1080 او 720 على حسب ما تحب. وعندك هنا الاصدارات اللي هو الفريم هتخليه 60 او 30 فريم. والخلفية اسود او اي لون تاني، ونقدر نعدل المعلومات ديت جوه تاني. وبعدها ندوس انشاء مشروع. اول ما بتفتح بقى المشروع بيبان لك القايمه دي وانت ما تكونش فاهم اي حاجه. لو انت لسه فاتح البرنامج مش هتكون فاهم في اي حاجه. لو جيت بصيت فوق هتلاقي سهم المكان دوت بيطلعك بره. اللي بعده مشروع جديد تقدر تغير اسم المشروع تاني، والاعدادات ديت تقدر تغير في اي حاجه زي ما أنا قلت لك بره. وهنا تصدير الفيديو بس بعد ما نخلص. وبعدين بقى نيجي عندك الشريط دوت، ده شريط التايم لاين بيتحكم في كل حاجه في التايم لاين. وعندك ده التايم لاين بس هو ما فيهوش حاجه فاضي لسه. الزائد بقى ديت بتضيف صور وفيديوهات وتضيف كل حاجه. اول حاجه لو دوسنا على الزائد هيجي لنا الاشكال ديت اشكال جاهزه تقدر تعدل عليها، او لو انت عايز تستخدمها كده استخدمها. تاني حاجه هتلاقي الوسائط دي تقدر تضيف الصور او الفيديوهات بتاعتك. وتالت حاجه مقاطع صوتيه، تقدر تضيف اي مقطع صوتي عندك. ورابع حاجه الكائن او العنصر، دي الادوات ديت محتاجه فيديو لوحدها، هبقى انزل لها فيديو. عندك الكاميرا وعندك فارغ وعندك مجموعه فارغه والعنصر المشروع، كل دول ادوات وهيحتاجوا حلقه كامله لوحدهم فهنشرحهم في حلقه. والنموذج ده مش هنحتاجه. وعندك رسم يدوي، دي تقدر ترسم بيها اي حاجه انت عايزها. وعندك رسم الخط، ودي اداه التحديد تقدر تحدد كده زي ما تحب. وعندك النص، ودي التابعه نكتب اي نص احنا محتاجينه ونعدل عليه على الخط واللون وكل حاجه. وبرده دوت هيكون له حلقه تانية لوحده. هنيجي بقى مثلا نضيف دايره. كده بدأنا على أول طبقة على التايم لاين، هي دي هندوس عليها عادي. أول حاجة بتبدأ معانا وهي دي الصوت، بس هو عشان دي دايرة فمفيش صوت. الصوت ده تقدر تعلي وتوطي منه. عندك بقى التلاتة اللي مع بعض دول. أول واحدة اللي هي على ناحية اليمين، دي تقدر تقص لها كل ما تحت ناحية اليمين. يعني لو جيت وقفت عند دقيقة كده ودوست عليها هتقص لك كل اللي ورا. ولو انت عايز ترجع هتدوس هنا، ولو عايز ترجع تاني هتدوس هنا عادي. ولو انت عايز تقص كل اللي ناحية الشمال هتدوس هنا. ولو انت عايز تقسمها نصين هتدوس هنا. بس كده، دي اول حاجه. تاني حاجه دي سرعه الفيديو، تبطئ او تسرع زي ما تحب. وتالت حاجه عندنا خلطه وتعتيم، دي بتتحكم في الشفافيه بتاعه الطبقه او الصوره او الفيديو او اي حاجه. وديت كل الفلاتر بتاعتها. وعندنا هنا الحدود والظل، لو فعلت دي وزودت كده شويه تقدر تغير الحدود، تعمل الحدود اي لون انت تحبه عادي. وعندك برضو دي حدود، وعندك دي ظل تقدر تعمل تكبر كده وتغير لون مثلا اصفر اهو. وبعد الحدود اللون والتعبئة، دي تقدر تغير اللون بتاع الدايرة أو أي طبقة عندك، بس ما تقدرش تغير لون الفيديو. الألوان دي شغالة على الأشكال بس. مثلا لو جبنا مربع وجينا ندوس على الألوان تقدر تغير أي لون أنت حابه. لو أنت عايز تدمج لونين هتدوس هنا، تقدر تغير أي لون أنت حاببهم. لو عايز تعملها بالشكل دوت برضو أهو، تخليها كده على حسب ما تحب. واللي بعدها التأثيرات دي برضو محتاجة حلقة لوحدها. والإعدادات المسبقة دي مش محتاجينها. وتحرير الشكل، تقدر تحرر الشكل كده زي ما تحب، تكبر أو تصغر فيه. وعندك هنا التحريك والتحويل، ديت برضه هيكون لها حلقة لوحدها بالكي فريم. بس هشرحها لكم سريعا. أول واحدة ديت اللي هي بتحرك شكل فوق تحت يمين شمال أي مكان. والتانية دي تقدر تخليه يلف، تكبر وتصغر براحتك. ودي بتعمله بجانب كده كده. وبكده نكون خلصنا شرح حلقة النهاردة. لو عجبك الشرح ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل الحلقات الجاية.